ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. معايا هنا معلقة كبيرة من الزبدة على معلقة كبيرة من الثوم المهروس، وهبدأ اولع النار عليهم. اول ما الزبدة معايا تدوب كده هبدأ اقلب كده مع الثوم لحد ما ياخد لون ذهبي بسيط. بعد كده هكون كمان مقطعة فلفل الوان اذا كان احمر واصفر، ولو في اخضر كمان تمام. وكمان قطعت كمان طماطمايه صغيرة، كله مكعبات صغيرة، وهبدأ اقلب كده في الحلة بتاعتي مع الثوم والزبدة. اول ما هبدا الاقيهم كده بينزلوا ميتهم ويبداوا يتبالوا، هبدا احط البهارات بتاعتي. معايا هنا معلقه من الكمون مليانه، واحط كمان شويه تاني، واحط كمان معلقه من الكركم ومعلقه من البابريكا. حاجة كده رهيبة. شمي بقى الريحة، هنقلب كويس ونشم بقى الريحة بتاعة الحاجة، وبعد كده هنبدأ نكمل بقية الوصفة. بس هقلب كويس لحد ما تشم ريحة البهارات بتاعتك. هجيب معايا هنا البلح البحري بتاعي، انا غسلاه كويس نقعه في ميه لفتره شويه. وبعد كده هو فتح، وبعد كده بدات انضف من الرمل واشد الحته الزياده اللي منه. وبعد كده هنزل بيه في الحله بتاعتي، وهبدا اقلب كده كله مع بعضه عشان ياخد من التتبيله اللي انا عملتها على النار وتدخل كده في قلبه. معايا هنا حوالي 3 كمان ليمونات، وهبدا اعصر ال3 ليمونات عشان كمان بتدي طعم المزازه كده، بتبقى حلوه قوي. هبدأ اقلب كده كله مع بعضه، وما بياخدش وقت خالص على النار. سهل جدا وبسيط وما بياخدش اي وقت. اخر حاجه هحطها معايا شويه من الملح، مش هنكتر طبعا علشان هو كده كده بيبقى فيه ملوحه. هياخد معايا غلوه والتانية، وبعد كده هقدم الطبق. هبدأ بقى احط اغرف في الطبق بتاعي، وزي ما انتوا شايفين بقى الشكل عامل ازاي. ده غير بقى ريحته، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. لما هتجربوها هتحبوها جدا. هبدأ بقى ازين الطبق بتاعي بشويه من البقدونس وكام شريحه من الليمون. ويلا بينا بقى مع بعض نشوف بقى الحلاوه بتاعه الطبق بتاعي. مش قادره اوصف لكم بقى شكل وطعم وريحه، حاجه كده بجد ما تتفوتش. جربوا الوصفه، المكونات سهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي اي وقت خالص. هفتح معاكم واحده بقى وهتشوفوها من جوه، وبجد الاكله دي زومي نقنقه. تقدري تقدميها مع رز السمك وشويه سمك بولتي او اي سمك انت تحبيه. يلا جربوا الوصفه وهستنى رايكم. الف هنا يا حلوين.